عايز تحقق حاجة بأقل مجهود، بأقل فلوس، بأقل وقت، استوعب كونسبت الفن. يعني ايه استوعب كونسبت الفانل؟ يعني افهم عنه كذا حاجه. افهم ان هنا الكتير وهنا المستمر. يعني فوق انا بملى كتير وتحت في استمراريه. يعني لو انت عندك منتج اول، منتج تاني، منتج تالت، لغايه منتج سابع، فانت كل ما زودت في المنتج الاول كل ما سمعت عندك في الاستمراريه ايه؟ تحت. دخلت 1000 عميل على المنتج الأول، راح منهم 500 على المنتج التاني، راح منهم 250 على المنتج التالت، دخل 1000 تانية، وهكذا. بيستخدموه في الماركتينج، بيستخدموه في السيلز، بيستخدموه في كل حاجة. عملت 10 زيارات، في الآخر بتسمع لك في إن واحد بينفذ. عملت 20 زيارة، 2 هينفذوا. عملت 30 كول، 3 هينفذوا. فهي البي 7 ده برسنتج من البي 1، سواء كان برودكت، سواء كان بروسيس، سواء كان اي حاجه. كونسبت الفانل محتاج تستوعبه وتفهمه. وبالتالي الغنى مش مرتبط بالمجهود، الغنى نتيجه للوفره اللي انت حطيتها فوق في اول الامر.